السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي وحشتون. هنعمل النهاردة شوية محشي يستاهلوا حطات بصل او حطات توم مع البصل ونقلبه كويس. لغاية ما البصل تصفر ونحط الطماطم. طبعا انا ضربة الطماطم ومصفياها. هنغطي عليها لغاية ما تغلي ونحط البهارات. غلت نحط البهارات بتاعتنا: كمون، فلفل اسمر، كزبرة، ملح، شوية سكر عشان الحموضة. طبعا انا بسبك على بيات يا حبايبي. نطفي عليها لغاية ما تبرد واحطها في التلاجة. طبعا احنا دلوقتي انا حشيت. طبعا انا بقلب مكعبين مرقة في مية سخنة. نحطها بقى على البوتاجاز يا حبايبي. طبعا انا عامله فراخ. طبعا نحط بصل وطماطم وفلفل وثوم. على فكرة المقطع بتاع وانا بحشي قطع بس. نحط شوية ملح، شوية زيت، نحط البهارات بتاعتنا حبايبي: ملح، طبعا نحط فلفل اسمر، كزبرة، كمون، 7 بهارات. طبعا انا بشكر كل اللي يكتب لي كومنت حلو من قلبه، وربنا يخليكم يا رب في حياتي. بحبكم في الله. هنحط شوية مستردة يا حبايبي. هنضرب المكونات بتاعتنا في الكبة وارجع لكم تاني. طبعا انا غسله الفراخ بملح وليمون. طبعا المحشي اتعمل اهوت، غسلتها بملح وليمون ودقيق، بقت زي الفل. ولو عندك طحينه حط، الطحينه بتحش الزفاره. الكبار اللي كان فيهم الخير كانوا بيعملوا كده. حطيت التوابل الخلطة على الفراخ ونظبطها كده وندخلها الفرن وارجع لكم.
يا حبايب قلبي بعد ما طلعت من الفرن شكلها جميل ولا ريحتها. يا ريت تجربوها يا حبايبي، والاكل يا رب يعجبكم. انا هحط الاكل. المحشي بتاعنا جميل اهوت يا حبايبي. دي ورق خاص يا حبايبي. نحط الفراخ. اللي وصل معايا كده لحد كده يا حبايب قلبي اعملوا لايك واشترك في القناه، او اللي بيتابعنا برضو على الفيس يعمل لي لايك كده زيه حلو، واللي بيتابعنا برضو على اليوتيوب بتشرف بكم حبايب. الاكل اهو يا حبايبي، يا ريت يعجبكم حبايبي. باي.